لما كان عمري 14 سنة كنا ساكنين ببيت قديم على زاوية فيه حوش جانبي وبلكونة صغيرة تلف حوالين البيت من ورا. غرفة السفرة كان فيها أبواب زجاج كبيرة تطل على البلكونة. في ليلة من الليالي أخوي كان عنده خوية بالبيت، كانوا تحت يلعبون بلاي ستيشن وأنا كنت فوق على طاولة السفرة أستخدم لابتوب العائلة وأكتب موسيقى. كان عندنا كمبيوتر مكتبي واحد بس وعليه لعبة ديابلو 2، فكنت دائما أخسر المعركة عليه. كنت مندمج مرة وفجأة سمعت دق على باب البلكونة. انخرعت، رفعت راسي وأنا أتوقع أشوف أخوي يستهبل علي، لكن اللي شفته ما كان أخوي. كان فيه شخص واقف برا في الظلام لابس قناع خنزير حق هالوين. ما قدرت أحدد إذا هو رجل أو حرمة، بس كان واقف ويأشر لي بيده. انقهرت وحسبتها مزحة، فحركت شفايفي وقلت حلوة منك، ورفعت له إصبعي الأوسط. بعدها لف ومشى داخل الظلام. نزلت على طول تحت عشان أفضحهم، لكن أخوي وخويه كانوا جالسين على الكنبة كل واحد ماسك يد التحكم. أقسموا إنهم ما تحركوا من مكانهم، وما فيه أي طريقة إن واحد منهم يقدر يطلع فوق، يلبس قناع، يطلع برا ويرجع تحت بهالسرعة. إلى يومك هذا ما عندي أي فكرة مين اللي دق على الباب ذاك الليل ولا ليش كان يراقبني.